كنا عائدين إلى المنزل بعد قضاء اليوم بأكمله في زيارة والدة الفتاة في المستشفى، وبينما كانت الفتاة تستمع إلى صوت المطر وهو ينهمر على سقف السيارة، بدأت تغفو، وفجأة سمعنا صوت انفجار قوي، فحاول الأب السيطرة على عجلة القيادة، لكن السيارة انزلقت عن الطريق المبلل واصطدمت بجدار حجري. وبعد التأكد من سلامة ابنته، خرج الرجل من السيارة لمعاينة الأضرار، فقد أصيب الإطاران الأماميان بثقوب كبيرة، واصطدم الرفرف الأيمن بالحائط. أما بقية السيارة فقد نجت من الحادث دون أن يلحق بها أي أذى. لقد اصطدمنا بشيء ما على الطريق، أوضح لابنته. مهما كان فقد انفجر كلا الإطارين، يمكنك إصلاحه أليس كذلك؟ سألت ابنته وقد صدمتها الحادثة إلى حد ما. أجابها والدها وهو يهز رأسه: لا، لدي إطار احتياطي واحد فقط في صندوق السيارة، سيتعين علي العودة سيراً على الأقدام إلى المدينة وإيجاد شخص لسحب السيارة. إنها ليست بعيدة عن هنا، انتظري في السيارة أثناء غيابي. حسناً، قالت على مضض، ولكن من فضلك لا تستغرق وقتاً طويلاً. استطاع الرجل أن يرى في عيون ابنته أنها كانت خائفة. أجابها والدها وهو يغلق باب السيارة بقوة: اجلسي بهدوء، سأعود في أقرب وقت ممكن. كانت ابنته تراقبه في مرآة الرؤية الخلفية وهو يتجول في الطريق تحت المطر الغزير ويختفي في الليل. لقد مرت أكثر من ساعة ولم يعد والدها بعده. بدأت الفتاة تتساءل ما الذي جعله يتأخر كل هذا الوقت. كانت قلقة للغاية، لأنه كان من المفترض أن يعود بحلول هذا الوقت. في تلك اللحظة ألقت نظرة خاطفة على مرآة الرؤية الخلفية، ورأت شخصاً في المسافة يتجه نحو السيارة. في البداية ظنت أنه والدها، ولكن عندما استدارت لتلقي نظرة عن كثب، أدركت أنه رجل غريب. كان يرتدي بذلة عمل وله لحية كثيفة كبيرة. كان يحمل شيئاً كبيراً في يده اليسرى ويهزه ذهاباً وإياباً. كان هناك شيء ما فيه جعلها متوترة للغاية. عندما اقترب، نظرت من النافذة الخلفية وغمضت عينيها. في الضوء الخافت تمكنت من تمييز ما كان يمسكه بيده اليمنى. كانت سكين جزار كبيرة وحادة. وبعد تفكير سريع أغلقت الفتاة المذعورة كلا البابين في مقدمة السيارة، ثم قفزت إلى المقعد الخلفي وأغلقت البابين الخلفيين. وعندما نظرت إلى أعلى مرة أخرى، رأت أن الرجل الغريب توقف في مساره وبدا وكأنه يحدق فيها مباشرة. وفجأة رفع الرجل ذراعه وأطلقت الفتاة صرخة مرعبة، وكان يمسك في يده اليسرى برأس والدها المقطوع. ظلت تصرخ وتصرخ، لم تستطع أن تمنع نفسها. كان قلبها ينبض بقوة وكانت تكافح من أجل التنفس. كان التعبير الغريب على وجه والدها مرعباً. كان فمه مفتوحاً وعيناه تتدحرجان إلى الخلف. عندما وصل الرجل إلى السيارة، دفع وجهه مباشرة إلى النافذة وحدق فيها بعينيه المجنونتين المحمرتين. كان شعره أشعثاً ومتشابكاً مع الأوساخ، وكان وجهه مغطى بندوب عميقة. لفترة من الوقت وقف هناك تحت المطر الغزير مبتسماً لها كالمجنون، ثم مد يده إلى جيبه وأخرج شيئاً ورفع يده اليسرى ببطء، وكان يحمل مفاتيح سيارة والدها. الموت الأبيض هو قصة مرعبة عن روح انتقامية في المكسيك تطارد أي شخص يصبح على علم بوجودها. أنا أجلس الآن أمام جهاز الكمبيوتر مشدوداً بشعور ساحق من الرعب. كل لحظة أشعر وكأنها قد تكون الأخيرة. صديقي يجلس بجواري، وهو السبب الوحيد الذي يجعل حياتي الآن في خطر. قد لا يبدو الأمر منطقياً في البداية، لكن دعني أفسر. بدأ كل شيء في وقت سابق من اليوم، عندما اقتحم صديقي منزلي مغلقاً الباب بقوة خلفه. كانت عيناه مفتوحتين على اتساعهما من الرعب، وظهره ملتصق بالباب بينما كان يلهث لالتقاط أنفاسه. سألته عما حدث، فبدأ يروي هذه القصة. كان يعيش مع عمته في العام الماضي بينما كان والداه في المكسيك يعملان كمبشرين في مستشفى صغير في الجنوب. في الليلة الماضية اقتحم رجل مدخل المستشفى في حالة من الفوضى والرعب،
يصرخ بالإسبانية وكأنه فقد عقله من الخوف. أجلسوه وأعطوه ماء ليلتقط أنفاسه، ثم بدأ يروي قصته بإنجليزية مكسرة. قال إن شقيقته قتلت على يد شيء يطلق عليه الموت الأبيض، واستمر يكرر أن هذا الشيء سيأتي له بعد ذلك. مرتبكين، سأله طاقم المستشفى ما هو الموت الأبيض، وبتعبير يحمل رعباً لا يوصف أوضح لهم أنها روح فتاة ماتت منذ سنوات عديدة. قال إنها أنهت حياتها بنفسها بسبب شعورها بالعزلة وكرهها للعالم. كان كرهها شديداً لدرجة أنها أرادت محو كل أثر لوجودها، وعادت كروح انتقامية لتقتل أي شخص يعرف عنها. إنها فتاة لكنها ليست فتاة، ليست ميتة لكنها ليست حية أيضاً. لديها عيون سوداء باردة تبكي دماً، تتحرك دون أن يبدو أنها تتحرك، تطارد ضحاياها مثل مفترس. ستتبعك حتى داخل منزلك، ولن تعرف أنها هنا إلا عندما تسمع طرقها. تطرق مرة واحدة من أجل جلدك الذي ستستخدمه لترميم جسدها المتحلل، مرتين من أجل شعرك الذي تطحنه بين أسنانها، 3 مرات من أجل عظامك التي تصنع منها أسلحة، 4 مرات من أجل قلبك الذي ستنتزعه من صدرك، 5 مرات من أجل أسنانك التي تنظفها وتحتفظ بها في صندوق، 6 مرات من أجل عينيك التي تقتلعها واحدة تلو الأخرى، و7 مرات من أجل روحك التي تلتهمها بالكامل. أينما ذهبت سيجدك الموت الأبيض وستسمع طرقها المروع. يمكنك محاولة الهروب، لكنها أسرع من أي كائن حي، وإذا غادرت منزلك أثناء الطرق ستتبعك أينما ذهبت. كان الرجل المذعور مقتنعاً بأن هذا الكيان قتل شقيقته. حاول إبلاغ الشرطة، لكنهم رفضوا تصديقه، قائلين إنها مجرد خرافة. لجأ إلى كنيسة، لكن الكاهن أغلق الباب في وجهه بعدما رأى الموت الأبيض يتبعه. قال الرجل إن الكاهن خاف أن يصبح الضحية التالية، وأثناء احتضانه رأسه بين يديه أطلق تحذيراً مرعباً: سيلاحقك الموت الأبيض بلا هوادة حتى تخبر شخصاً آخر عنه، عندها سيقتلك وينتقل إلى ضحيته التالية. بعد أن انتهى من رواية قصته، سرق الرجل سيارة من موقف المستشفى واختفى في الليل. عندما علم والد صديقي بهذه القصة، اتصلا فوراً بعمته ليخبراها بالقصة الغريبة ويسألا إن كانت قد سمعت عن الموت الأبيض. أجابت بأنها لم تسمع بذلك، فقاموا بإخبارها بكل ما قاله الرجل. في وقت لاحق من تلك الليلة، تلقت عمته مكالمة من السلطات المكسيكية. أبلغوها بأن أقربائها عثر عليهم قتلى خارج المستشفى وأجسادهم مشوهة. مرتعبة، اتصلت عمته به في اليوم التالي أثناء وجوده في المدرسة لتخبره بالخبر المؤلم. خلال المكالمة أعادت سرد القصة الغريبة، ووصفت الرجل وما قاله عن الموت الأبيض. وعندما انتهت المكالمة، كان صديقي غارقاً في عدم التصديق. كل شيء بدا غير واقعي. ولكن عندما عاد إلى المنزل، وجد باب عمته مفتوحاً. في الداخل كان هناك مسار من الدم يقود إلى المطبخ، حيث وجد جثتها المشوهة. مذعوراً، هرب ركضاً إلى منزلي دون أن ينظر خلفه. عندما أخبرني بقصته، كنت أحاول استيعابها. في أقل من 24 ساعة قتل والداه وعمته بوحشية. بدا كل شيء مستحيلاً، حتى سمعنا طرقاً على باب منزلي. لقد كنا نحدق في الباب منذ ما يبدو وكأنه أبدية، مشلولين عن فتحه. الطرق لم يتوقف، يزداد قوة مع كل لحظة. إنه بلا رحمة. الموت الأبيض لا يمكن وقفه. أعتقد أنه يريد أن يدفعنا للجنون ليجعلنا ننقلب ضد بعضنا، وهذا ما يحدث بالفعل. ألوم صديقي على كل شيء. لم يكن يجب أن يخبرني عنها. الآن وأنا أجلس هنا مع صديقي، أستمع إلى الطرقات المخيفة. أتمنى أموراً كثيرة. أتمنى لو أنها أخذته قبل أن يصل إلى منزلي. لو لم يخبرني لما كنت الآن في خطر. أندم على معرفتي به، وأندم كذلك من أجلك. آسف لأنني جعلتك تقرأ هذه القصة. آسف لأنني أخبرتك عن الموت الأبيض، لأنه الآن وبعد أن عرفت عنها ستأتي إليك أيضاً.